يعني اللي يقتل شرطي هو راح يتقرب الى الله زلفى. هذا مكانه الدرك الاسفل من جهنم، هذا مكانه ويل لو جحيم، لانه سلب الناس. يعني انا الشرطي هذا جاي يخدم بلده ويخدم شعبه ويخدم اهله وعنده اطفال يريد يربيهم، ويجوز عنده ام واب يشبرون بي من هو صغير ليه ما كبر، تا يداريهم، تعود يشيلهم، تعود يلولحهم. ويجي واحد سافل حقير دايح ساقط يقتله ويضيع تعب سنين لهذا الشايب والعجوز، ويتم اطفال، ويرمي المرأة بعدها جاهل توهم الزوجة. هذا شو تسميه انت؟ تسميه مجاهد؟ اني باحدى المعارك منطقة السكرية احنا ايضا كنا نسمع انه ايران تدعم القاعدة، بس الشيء هذا اللي مسناه نزار باوزيري كان احد رجال المخابرات الايرانية او رجال فيلق بدر او جيش القدس الايراني، قتلناه ويا تنظيم القاعدة يشتغل، قاعد وياهم شعر راسه لهين. وحكيته اني ايضا بالاعلام بالتلفزيون، وصوره موجودة عندي عود من تجون التكريت انطيكم اياها.